شوية عدس يا جماعة كهرمان يا اخواتي كهرمان، بسم الله ما شاء الله. الطريقة جميلة جدا وهتعجبكم كتير ومش هتبطلوا تعملوها بعد النهاردة ان شاء الله. يا جماعة اللي اول مرة يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة يا جماعة الطريقة دي طريقة امي الله يرحمها، طريقة جميلة ومش بعمل غيرها بصراحة. مش بضرب بقى عدس في الخلاط ولا بعمل اي حاجة من الحاجات دي. اول حاجة جبت حلة على النار، كمان جبت شفشق الخلاط، ضربت فيه حبايتين طماطم كبار كده يكونوا حمر كده وكويسين، وكمان ضربت فيهم كام فص من الثوم وبصلايه، وكمان قرن شطيطه يا جماعه ضربتهم كويس جدا بقى وحطيتهم في الحله تمام. وحطيت عليهم معلقتين سمنه كبار، وكمان البهارات بتاعتي كمون وفلفل اسمر وشويه الملح وسبتهم ياخدوا فورة بسيطة. بعد كده حطيت بقى فيها العدس بتاعي، العدس غسلته كويس جدا وحطيته على طول تمام. سبته بقى يستوي كويس جدا على النار، وزودته شوية مية علشان ياخد راحته في السوا. سبته يستوي كويس جدا جدا لحد ما تحس ان هو خلاص صح خلص معاكي، وزي ما انتوا شايفين بالطريقة الجميلة دي. كمان جبت شوية شعرية حمرتهم في معلقة سمنة وفي معلقة زيت زي ما تحبي تمام. وبعد كده حطيتهم بقى على العدس وطعمه جميل جدا حكاية والله العظيم بجد هيعجبكم الطريقة. وكمان ريحته مش عايزه اقول لكم. لاول مره يا جماعه يشوف قناتي زي ما قلت لكم ينزل يشترك فيها علشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. واللي يعجبه بقى الفيديو يعجبه الطريقه يا جماعه يعمل لي لايك للفيديو. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون عجبتكم. باي باي.